الموزمبيق، جزر القمر، تنزانيا، السودان، زيمبابوي وبوتسوانا. جوزيف، أنت سوف تسحب المنتخب الأول من الوعاء الرابع، وهذا المنتخب الذي سيقع صاحبه سيخوض المباراة الأولى ضد المنتخب المغربي. صاحب المكان الأول في المجموعة الأولى يقابل الفريق المسحوب والذي سيذهب إلى المكان الرابع. جزر القمر. إذا منتخب القمر استطاع أن يحدث المفاجأة ويخوض المباراة الأولى في 21 من شهر ديسمبر من عام 2025 ضد المنتخب المغربي. المنتخب الموالي من الوعاء الرابع والمنتخب الزيمبابوي سوف يذهب إلى المكان الرابع من المجموعة الثانية، والأدوار التأهيلية شهدت تألق لاعبي المنتخب الزيمبابوي. صاحب الحضور أو كان متواجدا 6 مرات في نسخ كأس أفريقيا. المنتخب الوالي من الوعاء الرابع والذي سيذهب إلى المكان الرابع المجموعة التالية هو المنتخب التنزاني. إذا المنتخب التنزاني استضاف فعاليات النسخة السابقة من منافسات الشان، والمنتخب التنزاني تواجد 4 مرات في نسخ أفريقيا. بوتسوانا. منتخب بوتسوانا يذهب إلى مكان الرابع من المجموعة الرابعة، وهذا المنتخب أو منتخب بوتسوانا شارك مرتين في فعالية كأس أفريقيا، آخرها كان في عام 2012. السودان. المنتخب السوداني أو منتخب السودان خاض كل المباريات التأهيلية خارج قواعده بسبب ما يحصل في السودان، وأحدث المفاجأة ووصل وهو متواجد في قرعة كأس أفريقيا العام 2025، وآخر ظهور يعود لعام 1900 أو آخر فوز للمنتخب السوداني يعود لعام 1970 إثر 10 مشاركات. موزمبيق. المنتخب الموزمبيقي أيضا المنتخب الموزمبيقي الذي أحدث المفاجأة بالتواجد للمرة الثانية على التوالي في فعاليات كأس أفريقيا لعام 2025. سنذهب الآن سنتعرف الآن عن المنتخبات الستة والتي كالآتي: المنتخب الجابوني، الأنغولي، الزامبي، الأوغندي، غينيا الاستوائية ومنتخب البنين. إذن سوف نتعرف عن المنتخبات التي سوف تحتل المكان الثالث من كل مجموعة. المنتخب الزامبي، المنتخب الزامبي الذي فاز بنسخة عام 2012 ولديه 19 مشاركة في نسخ كأس أفريقيا، يذهب إلى المكان الثالث من المجموعة الأولى. أنغولا. المنتخب الأنغولي، إذا المنتخب الأنغولي
الذي تأهل لفعالية كأس أفريقيا العام 2019 و2023، وهو يتأهل أيضا إلى فعاليات نسخة 2025. المنتخب الأنغولي يتموقع في المكان الثالث من المجموعة الثانية. المنتخب الأوغندي أيضا منتخب أوغندا. المنتخب الأوغندي سجل مجموعة جميلة من الأهداف وكان وصيف نسخة 1978، لديه 8 مشاركات في كأس أفريقيا. منتخب البنين. المنتخب البنيني يذهب إلى المكان الثالث من المجموعة الرابعة، ومنتخب البنين وصل إلى ربع النهائي نسخة عام 2019. سنتعرف على المنتخب الذي سوف يلتحق بالمجموعة الخامسة في المكان الثالث من المجموعة الخامسة، وهذا المنتخب هو منتخب غينيا الاستوائية. إذا منتخب غينيا الاستوائية 5 مرات يتواجد في نسخ كأس أفريقيا، وحصل على المرتبة الرابعة في نسخة عام 2015. يذهب إلى المكان الرابع من المجموعة الخامسة. والمنتخب الأخير المسحوب الذي سقى سحبه من الوعاء الثالث هو منتخب الجابون. منتخب الجابون. منتخب الجابون 9 مشاركات في نسخ كأس أفريقيا، ووصل إلى ربع نهائي عام 1996 و2012. يتموقع في المكان الثالث من المجموعة السادسة. سيرج، الآن سوف نذهب إلى سحب منتخبات الوعاء الثاني. دعنا نشاهد هذا المقطع. هذه منتخبات الوعاء الثاني: المنتخب الكاميروني، المالي، التونسي، جنوب افريقيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والمنتخب البوركيني. سيرج، سوف تقرر أنت مصير منتخبات الوعاء الثاني التي ستذهب إلى المكان الثاني من كل مجموعة. مالي. المنتخب المالي. المنتخب المالي صاحب أحسن خط دفاع في الأدوار التأهيلية، والمنتخب المالي يشارك للمرة 14 أو 14 مشاركة، وصيف نسخة 1972. يذهب مباشرة إلى المكان الثاني من المجموعة الأولى، صحبة المنتخب المغربي والزامبي وجزر القمر. نذهب إلى المنتخب الثاني الذي سيسحب من الوعاء الثاني، والذي سيكون منتخب جنوب أفريقيا. منتخب البافانا. إذا المنتخب جنوب أفريقيا لم يهزم في أي مباراة في الأدوار التأهيلية، وفاز بلقب نسخة عام 1996. 12 مشاركة. يتموقع في المكان الثاني من المجموعة الثانية. المنتخب الثالث المسحوب من الوعاء الثاني سيكون المنتخب التونسي، صاحب المشاركات 17 مشاركة، أو عفوا 22 مشاركة في نسخ كأس أفريقيا، صاحب لقب نسخة عام 2004. 17 مشاركة على التوالي بالنسبة للمنتخب التونسي.
RD Congo. منتخب جمهورية كونغو الديمقراطية. The 2023 semi-final. إذا منتخب الكونغو Sheets. They would be in Group D in سوف يذهب D2. إلى المكان الثاني من المجموعة الرابعة. فاز مرتين بلقب فاز بلقب عام 1968 و 1974. Burkina Faso. المنتخب البوركيني أو منتخب بوركينا فاسو. To qualify for AFCON. إذا منتخب بوركينا فاسو 10 goals with سجل 10 أهداف E in position. وسجلت الأهداف من 8 لاعبين. المنتخب البوركيني 14 مشاركة، وصيف نسخة عام 2013. المنتخب الأخير من الوعاء الثاني هو منتخب الكاميرون، ويذهب إلى المكان الثاني من المجموعة السادسة. منتخب الكاميرون فاز ب5 ألقاب في نسخ كأس أفريقيا، آخرها كان عام 2017. They will be in Group F in position. سيتواجد في المكان الثاني Merci beaucoup Serge. في المكان الثاني من المجموعة الأخيرة. نذهب الآن إلى سحب منتخبات أحسن ترتيب تفاضلي حسب ترتيب الفيفا، وهذه المنتخبات توجد في الوعاء الأول. سيقع سحب 5 منتخبات بحكم أن المنتخب هو The top 5 teams that we have. هذه المنتخبات الخمس. صحبة المنتخب المغربي لديه أحسن ترتيب تفاضلي حسب ترتيب الفيفا مثل ما قلنا، وهذا ما يفسر تواجدها في المستوى الأول أو الوعاء الأول. كل منتخب يسحب سيحتل المكان الأول من كل مجموعة. المنتخب المصري. Egypt are the king of AFCONs with 7 champions. إذا صاحب المنتخب المصري وصاحب الرقم القياسي، فاز ب7 ألقاب نسخة 1957 ل 59 86 98 2006 2008 و2010. المنتخب المصري يذهب إلى المكان الأول من المجموعة الثانية. المنتخب النيجيري 3-time champions. الحاصل على 3 ألقاب. 98 runners-up here in Morocco. منتخب النيجيري 21 مشاركة، فاز بنسخة 1980 1994 و2003، وخاض النهائي عام 2004 ضد المنتخب التونسي. يلتحق بالمجموعة الثالثة التي تضم المنتخب التونسي والأوغندي والتنزاني. المنتخب السنغالي Teranga Lions. المنتخب السنغالي تحت أمرة المدرب سيسي، Historic AFCON title. والمنتخب السنغالي حصل على اللقب الأول في عام 2021. 18 مشاركة ولديه خيرة اللاعبين الأفارقة. سيلتحق بالمجموعة الرابعة التي تضم جمهورية كونغو الديمقراطية، منتخب البنين والمنتخب البوتسواني. Algérie. المنتخب الجزائري. They were undefeated in the qualifiers. Algeria. المنتخب الجزائري A historical 100 goal mark in AFCON. والمنتخب الجزائري يتموقع في المجموعة الخامسة، علما وأن المنتخب الجزائري فاز بنسختين، نسخة عام 1990 وعام 2019. الفريق أو المنتخب الأخير من الوعاء الأول الذي سيذهب إلى المكان الأول من المجموعة السادسة هو منتخب الكوت ديفوار المتوج بآخر نسخة من كؤوس أفريقيا. سيرج أوري كان جزء لا يتجزأ من النسخة الأخيرة، المنتخب الذي فاز بالنسخة الأخيرة،
ويذهب إلى المكان الأول من المجموعة السادسة صاحب منتخب الكاميرون ومنتخب الجابون ومنتخب الموزمبيق. لنتأمل في مكونات المجموعات الستة. في المجموعة الأولى منتخب المغربي، المالي، الزامبي وجزر القمر. في المجموعة الثانية المنتخب المصري، المنتخب جنوب أفريقيا، أنغولا وزيمبابوي. في المجموعة الثالثة المنتخب النيجيري، التونسي، الأوغندي والتنزاني. في المجموعة الرابعة المنتخب السنغالي، جمهورية كونغو الديمقراطية، المنتخب بنين ومنتخب بوتسوانا. المجموعة الخامسة الجزائر، المنتخب البوركيني، غينيا الاستوائية، السودان. وفي المجموعة السادسة الكوت ديفوار، الكاميرون، الجابون ومنتخب الموزمبيق. إذا الركح أصبح جائزا لخوض أكثر المباريات إثارة أعتقد، وأن المجموعات متوازنة. أريد أن أشكر الأساطير الثلاثة في عالم كرة قدم الأفريقيا الذين ساعدونني في عملية الأساطير الأربعة الذين ساعدوني في عملية القرعة. أتمنى الحظ الأوفر لكل المنتخبات.